عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا تمام الناس الكل. كيما تراو عاملة ميكروفون. تصوروا انتم شريتوا على خاطركم باش نطور في المحتوى، وباش يكون يعني as much possible يعني clear للصوت، هيك تسمعوني أحسن وتتفردوا أكثر في حصلوا في الفيديو. معناها هدايا اللي ننصحكم هو تو اسمعوني واعملوا حاجة أخرى، منعرفش خملوا، منعرفش ركحوا بيتكم، حسيلو كيما نقولوا كباك جراوند منكم يعجبكم، وإن شاء الله الصوت هذا يكون واضح باش هيك تسمعوني. باهي نبدأ باش نقولكم إنه عندي برشا ما هبطتش على اليوتيوب، أما إن شاء الله نحاول نكون أكثر يعني مواظبة باش نهبطلكم، على خاطر تعديت على فترة بصراحة يعني صعيبة شوية، ما نكذبش عليكم. آمم، فترة يعني كيما نقولوا فيها ضغوطات برشا بسبب القراية، أما الحمد لله تنجم تقول تعديت، وكيما نقولوا تنجم تقول حتى بدأت على خاطر ما عديتهاش كاملة. صارت لي خيبة أمل كبيرة، وهذايا حزني برشا، ونعرف إنه ما لازمنيش نحزن على خاطر أني كيما نقولوا بذلت مجهودي باش نوصل للي أنا عملته، وعملت برشا كيما نقولوا عملت برشا. أما الحمد لله كيما ديما أني مؤمنة بالآية ذي إن مع العسر يسرا، يعني بعد الضغوطات والكل. الحاجة اللي وجعتني برشا إنه أني اجتهدت برشا في البروجي اللي قدمته للأستاذة والكل، وعملت راهو بالحق تضحيات برشا كبيرة، حتى مثال في العطلة ما كنتش نخرج مع صحباتي، ما عطيتهمش وقت، ما عطيتش وقت لنفسي، على خاطر قلت لا معناتها القراية أولى والكل. هو غلط، هذاك الشيء غلط. علاش؟ على خاطر أني ما عملتش organization. والحاجة اللي تعجبني من أغلاطي إنه لازمني ديما نتعلم، وحتى انتم لازمكم تعملوا نفس الحاجة، إن تتعلموا من أغلاطكم. الغلطة اللي عملتها إنه أني واحد ما نظمتش وقتي بالباهي كما يجب، اثنين عطيت وقتي كامل للقراية. وعليش أني نادمة على خاطر أول حاجة ما خديتش المويان اللي أني حبيت عليه، رغم نعرف إنه أني نستحق ما أكثر، ونعرف معناتها نعرف. أما كيما نقولوا زادا اللي ندمت إنه كيما نقولوا عطيت وقتي كامل كل حاجة ذيك يا كهو، والوقت التالي ما عادش يرجع. فهمتوا؟ فساعات احنا نعطيو أهمية لأشخاص معينة ولا حاجة معينة، وكي نرجعوا بعد ما كما نقولوا ناخذوا نتيجة من هالأعمال اللي احنا عملناهم، جينا خيبة أمل. علاش؟ يا خاطر ضيعنا وقتنا. أني ما نقولش أني ضيعت وقتي، خاطر أني اجتهدت وعملت حاجة معناتها باش تفيدني صحيح، أما شنو ستريست روحي أكثر من اللازم، تعبت روحي أكثر من اللازم، وفي الاخر ما لقيتش النتيجه اللي حبيت عليها. علاش؟ اني اللي وجعني برشا انه المقارنه. نعرف اني اول انسان نقول لكم ما تقارنوش روحكم، هو مش ساهل راهو. اما كي شفت برشا يقراو معايا البروجي اللي عطاوه للاستاذه، نص البروجي اللي عملته اني، وانا خذيت مويا اقل من ناس، يعني كما نقولوا بروجي متاعهم ما نقولش عادم نو، ما خاطر اني ما نحبش نحقر حتى حد لا، اما يعني نغسل بنتاعي احسن، ومش على خاطر اني نقرر روحي لا، اما قلت لكم اني اعطيت للاستاذه كل شيء. اما اني شكون ساعات كنت نقول لنفسي اني شكون باش نقول يا الاستاذه ما عطتنيش حقي، لا ممكن الاستاذه من الحاجه دي اني الفتره الاولى كما نقولوا ياسر وجعتني وبكيت برشا، ما نكذبش عليكم النهار هذاك راني بكيت برشا من غدوه، بعد غدوه معناتها قعدت نفكر ما بيني وبين نفسي، نقول هدى لا اني غلطه، اني غلطة. علاش غلطة؟ كما قلت لكم عطيت أهمية كما نقولوا ياسر للقراية أكثر من اللازم، واجتهدت أكثر من اللازم، وعملت المستحيلات السبعة أكثر من اللازم، وفي الآخر معناتها حد ما يشوف تعبك والكل.
وما نقولش إنه غلط إنه تعطي 100%، أما ساعات تندم على الوقت خاطر ما عادش يرجع، على الوقت اللي أنت كنت تنجم تخرج مع صحباتك تتفرهد شوية. لازم واحد، أني الغلطة اللي عملتها إنه ما عرفتش نوزع وقتي وحطيت وقتي كله للقراية، وذاك غلط. يعني حرمت روحي من برشا حوايج أني كنت نحب عليهم، وذاك الشي غلط. هاك علاش أني نقول لكم عارفوا كيفاش توزعوا وقتكم. ثاني حاجة، ما تحرموش رواحكم من حوايج. ثالث حاجة، أنا قلت لنفسي الحمد لله، بالعكس خاطر أني كان في الدنيا هذيا باش ناخذ كان يعني كما نقولوا الناس الكل باش يعطيوني كان معناتها compliments، ناس باش يقولوا لي يا انت باهي انت باهي انت باهي، عمري ما هذا. كان ما جاتش وراتني اغلاطي خاطر عملت اغلاط، اني متاكده اني عملت اغلاط. فاللي تعلمته من الحاجه ذي انه احسن تعمل حاجه كاليتي احسن من تعمل حاجه كوانتيتي. معناها تعمل حاجه وتتقنها احسن من تعمل برشا حوايج ومعناها تخليهم هكاكا. واني حكم ما كانش عندي برشا وقت معناها في ايديا، كنت عملت خدمتي الكل اما ما تقنتش كل شيء. فهي الناس اللي معناتها برشا ناس اللي معناتها عطواها الخدمة ناقصة دقنوا كشوي معناها عملوا اتقان للشيء اللي قدموه، فهما خذاو مويا كيفي اني. واني الغلطة متاعي انه اني ما عطيتش يعني انتباه للديتاي. فاني من غدوة بعتالي قلت لنفسي ميسالش، اني كان ما نغلطش عمري ما باش نتعلم، خديتها هكاكا. معناتها ما خليتش وقلت صدقني ما لازمنيش نخلي روحي انه اني كما نقولوا حاجة من هيك تأثر عليها، خاطر الحوايج المهمة في الحياة اللي لازمك تبكي عليهم ما همش يعني كما نقولوا معدل. ومعدل تذكروا عمره ما باش يعطيك قيمة، لا عمره ما باش يعطيك قيمة للذكاء متاعك. تذكروا هذه ياسر مهمة يا جماعة. سيروا على فكرة اللي ما يعرفنيش ان ديما من ما نعرفش على نفسي، اللي ما يعرفنيش اني هدى. ما نقولكمش على عمري، اما اني هدى طالبة مثل البعض منكم او ممكن لا. في الفيديو في اليوتيوب متاعي تنجموا تشوفوا برشا فيديوهات سيا فلوج سيا برشا حوايج اخرين. وكاهو ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك باش هكا ديما تراوني نهبط فيديوهات اخرين. باهي حسيلو اللي حابة نقولكم انه غلطي انه اني حكمت زاد على والحاجة اللي توجه هي المقارنة، خاطر حتى يقراوا معايا كانوا يقارنوا في بعضهم ما بين نفسهم ويقولوا أغزر مسكينة الأخرى عملت برشا واحد. وحسيت نفسي زاد إنه أنا عملت برشا وما خداش كيما فما ناس ما عملوش برشا. وأني غلطة ما حاولتش حاولت ترى الكل إنه هما تفكيرهم ما يأثرش على تفكيري. فهما اللي يألمني إنه هما يعني يحكيوا بالخايب على بعض الأشخاص اللي يعني كما نقولوا هما يسميهم مفضلين. أنا جبت روحي من الكونفرسيشن هذوك اللي كانوا يحكيوا هكا الأستاذة حقها ما عطاتش ولا حقها ما عطاتش، جبت روحي وسكت على خاطر اني متأسفت، ما نحبش شكون يحكي على الانسان بالخايب ورغم حتى كان ظلمة المعلمة ما يهمنيش. ثاني حاجة اني صراحة ما نحبش انه كما نقولوا نختال انسان هو مش موجود والانسان هذيك ما كانش موجودة. والحاجة ذي الأغلاط اللي الأستاذة ورتهم لي من أغلاطي أني معناها جتني نار لا توصف بقوة. الحاجة ذي قلت أني لازمني معناها ما دام غلطت لازمني نعمل ما أحسن المرة الجاية، ومش هنخلي يعني كما نقولوا معدل يعني معين يأثر لي على نفسيتي. قلت المرة الجاية باش نبهت أكثر المعلمة باش نخليها تعطيني موية ما أحسن. وذاك هو شنو البروجرام تاعو، وذاك هو كيفاش انتم لازمكم تفكروا. كان غلطتوا ولازمكم تتعلموا من الأغلاط نتاعكم، لازمكم تحسنوا من الطريقة اللي انتم معناتها ناقصين فيها. في الأستاذة قالت لي أنت ناقصك شوية إبداع ولازمني نركز أكثر على الحاجة. فاحنا كما نغلطوش ما نتعلموش، والحاجه دي هي اللي تعلمتها من الحاجه دي من نهار ذاك. وعلى فكره النهار ذاك كان من اكثر من اسوأ اسوأ ايامات في حياتي. علاش؟ على خاطر النهار ذاك كان فما يعني كما نقولوا اضراب.
إنه السكك متاع القطارات معناها ما يمشيوش ما يخدموش. فالنهار هذاك كان عندي يعني الإكزام وما كان فيها يعني إنه أنا أغيب. فمشيت للجامعة وعديت. الأستاذة عطتني المعدل وما كنت يعني فرحانة، كنت يعني حزينة وما عجبني يعني صراحة، على خاطر أنا حبيت كنت نطمح للأعلى، كنت نحب ديما يعني نوصل للقمة، وما نحبش نكون يعني في المتوسط. ورغم يعني المعدل اللي عطتهولي هو فوق المتوسط، لكن أنا ما يعجبنيش، أنا نحب ديما يعني في العلالي يعني. ولكن يعني ما نجموش ديما في الحياة متاعنا ننجحوا، خاطر كان ما نفشلوش ما نتعلموش. خاطر كان ما نفشلوش ما نتعلموش، وكان ما نتعلموش ما نتطوروش. ف من غدوة هيك ما بيني وما بين حالي كنت نقول هدى مرة جاية انتي باش تعمل أكثر، مرة جاية باش تولي أحسن بألف مرة، مرة جاية باش تفوز، باش مرتبة متاعك تطلع أكثر. فباش نركز إن شاء الله ونولي ديما. وهذايا شنو نحب نعلمكم أني من القصة متاعي، خاطر لازمني نحكي لكم قصة باش تفهموا. نحب نعلمكم إنه ما فيها بس كان انتي متعود على معدل معين ومرة ذيكي فشلت ولا رصفت ولا ما خديتش معدل كما انت حبيته، على خاطر الشيء ذا يتبدل. وان شاء الله المرة القادمة انت تخدم على الاشياء اللي انت يعني غلطت فيهم، وبقدرة ربي تولي مع احسن تتطور انت كإنسان. فالاغلاط بالحق في الحياة لازم، لانهم اساسيين. حسنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذايا، ما تنسوش تتابعوني ونشوفكم في الفيديوهات القادمة. كان عندكم زادة اي فيديو تحبني نشارككم معاه نشاركه معاكم قولولي باش كان نحضر لكم فيديوهات فلوجات اي حاجة. ان شاء الله المرة دي عجبكم الفيديو، على خاطر نحكي بالميكروفون. نعرف ان غبت عليكم، نعرف ان انتم توحشتوني، اما ان شاء الله باش نرجعوا قويين. وديما تذكروا failure is a new beginning. ما تنسوش ان الفشل هو كما نقولوا بداية جديدة. هذا شنو نحب نقول لكم. وكاو ديما احلموا اطمحوا ديما اطمحوا للباهي. اثقوا في نفسكم، اثقوا في قدراتكم، وامنوا باحلامكم. امنوا باحلامكم. هذا شنو نحب نقول لكم، امنوا باحلامكم، خاطر كان انت ما تامنش باحلامك ولا حدا باش يحقق لك احلامك، ولا حدا باش يامن باحلامك. ممكن عندك دعم صح، لكن انت هو اللي باش توصل الرسالة، انت هو اللي باش تنجح. كاو امنوا واحلموا بالحق. الدنيا دي محلاها راهو، ربي خلقنا في الدنيا دي باش مسرورين، باش نكونوا يعني باش نعملوا حاجة. احنا ما تولدناش باش نخدموا وناكلوا ودار وكاو. في كل مراحل من حياتنا عنا عبارة معناتها حاجة نعملها، عبارة ميشن، ما نعرفش كيفاش تقول، عبارة يعني adventure. فيا باي جايز، نحبكم برشا ونتلقاو في فيديو جديد. باي باي.